مساء الخير. اليوم رح نعمل مع بعض أكلة واللي هي محبوبة الجماهير بالبرد وبالشتوية وبالعزايم كمان. اليوم ضيفتنا هي رز وشعرية. بصراحة أكل كتير طيبة، بس نحنا كأمهات أو موظفات بناكل هم إنه نطبخها لأنه بدنا نوقف وقت طويل ونحنا عم بنحرك فيها لحتى ما تفرط معنا. يعني بشكل عام هي أكلة حساسة شوي، بس اليوم رح نعملها بطريقة سهلة وما تحتاج إنه نحركها وقت طويل. بس اتبعوا معي هاي الخطوات. هلأ لتحضير الشاكري مثل العادي، أول شي بدي بصلة مقطعة بشكل ناعم. بحطها على الغاز مع معلقتين سمنة، أو بقدر حط زيت وسمنة حسب بقى شو بتحبوا انتو. وهون بنترك البصلة لحتى تدبل معي، وبعدها بننزل فوقها الفروج. مو اللحمي، أنا ما بعملها بلحمي، بعملها بفروج. مو لأنه اللحمي غالي، لا لا أبدا، أعوذ بالله، بس لأنه نحنا من عشاق التشيكن يعني. هون في ناس بقى بتحب إنه تعملها بسفن، بس نحنا بالبيت بنحب طعمة الفروج كامل أكتر من السفن. يعني ولادي ما بفضلوا السفن كتير، لهيك أنا بستخدم الفروج كامل. طبعا بحط الفروج فوق البصل بعد ما أكون نظفته كتير منيح ومقطعته. هلا بنتركه لحتى يستوي. بعد ما نملحه بنتركه على نار قوية طبعا. وهون بقى بنروح لتحضير اللبن، وهون السر بقى بحيث إنه ما يفرط معي اللبن. هون اليوم رح استخدم كيليين لبن. وعلى جنب بقى بحط 4 معالق طحين مع كاسة لبن على البارد يعني. بخفقن كتير منيح وبنزلن فوق اللبن. وبعدها بدي بيضة وحدة كافية لكيلين لبن. كمان بيضة بخفقها مع معلقتين لبن، وبنزلن فوق اللبن وبحركن كتير منيح. هلا لو في كهرباء كنت حطيت المكونات فوق اللبن فورا. يعني حطيت الطحين الناشف وبيضة فوق اللبن، وبالهاند بلندر خفقت شوي وخالصين، بس للأسف هلأ أنا ما عندي كهرباء. هلأ هون بعد ما تكون استوت اللحمة بقدر نزل اللبن فوق اللحمة. بس مهم كتير عندي بهاي المرحلة انه النار تكون كتير قوية. يعني انا ما بقدر نزل اللبن اذا ما كانت طنجرتي عم تغلي. فوقتها بنزل اللبن وبحرك دقيقة وخلص بتركها، وانا مأمنة انه اكيد ما رح تفرط معي. بتركها بقى لحد ما تستوي، بدها شي نص ساعة لتبلش غليان. وبعد الغليان بدها 10 دقايق لحتى تعقد أو تمسك، يعني تسكبه وبالصحة والهنا. بس في شغلي إنه في عالم بالمرحلة الأخيرة بتحب تقليها بتوم وبنعنع. بس أنا بصراحة لا، بحس هيك لحالها أطيب، ما بدها أي منكهات بالنسبة لنا. بقى أنتو وذوقكم. وهون في ملاحظة أخيرة أنا حابة أقولها. أول شي موضوع البيضة، في كتير حوالي من رفقاتي ما عجبهم موضوع البيضة إنه بتزنخ. لا لا أبدا، استخدموا البيضة وأنتم أمنين. بالعكس بتعطي دسامة للبن وطعم كتير طيبة. هاي شغلة تانية إنه أنا ماني شيف، بس بحب الطبخ ومن كوكبنا، لهيك جود من الموجود.